تعالى أسألك سؤال وجاوب بصدق مع نفسك، امتى آخر مرة حققت حاجة كنت مستنيها من زمان؟ نجحت في حاجة أو جبت حاجة نفسك فيها أو وصلت لهدف تعبت علشانه؟ الفرحة قعدت معاك وقت قد إيه؟ وقبل ما تجاوب، ولو أول مرة بتشوفني، فأنا دكتور سلمى حامد، دكتورة في نيوروساينس ولايف كوتش، بساعدك تفهم نفسك وتاخد قراراتك بوعي. لو فكرت في إجابة السؤال ولقيت نفسك زيي وزي معظم الناس، هتلاقي إجابة محرجة شوية. الفرحة عدت بسرعة أسرع بكتير مما كنت متخيل. يوم، يومين، 3 أسبوع بالكتير، وبعدها لقيت نفسك رجعت زي ما كنت، نفس الإحساس، نفس القلق، ونفس طيب وبعدين، وكأنك واقف في نفس المكان اللي كنت فيه قبل ما توصل. لو ده حصل لك، أنا عايزاك تعرف حاجة قبل أي كلام: أنت مش ناكر جميل، وأنت مش إنسان ما بيعرفش يفرح، ولا أنت شخص مكتئب، ولا فيك أي حاجة غلط. اللي حصل لك ده طبيعي جدا، لدرجة إن العلم عمل له اسم، بس محدش وقف معاك وقاله لك. وده بالظبط اللي هقوله لك النهارده. إحنا كلنا اتربينا على جملة واحدة، يمكن محدش قالها بصوت عالي، بس كلنا عايشين بيها: استنى لما توصل وساعتها هتفرح. فعشنا حياتنا كلها في كلمة واحدة بس اسمها لما اتخرج هفرح، لما اشتغل هرتاح، لما اتجوز هكمل، لما اجيب البيت هطمن، لما اوصل للرقم ده هحس اني كفاية. حياة كاملة والفرحة فيها دايما مؤجلة لمحطة لسه هتيجي. والحقيقة اللي محدش بيقولها ان المحطة دي عمرها ما بتوصل، مش لانك فاشل ولا لانك مش بتجتهد، بس لان مخك نفسه اتصمم كده. طيب خليني اشرح لك وهتحس براحة شوية لما تفهم ليه. في حاجة في المخ اسمها التكيف، يعني مخك بيتعود على اي حاجة بتحصل لك، حلوة كانت او وحشة، وبيرجع لنقطة ثابتة تاني. تخيل انك داخل من مكان كله شمس، الأوضة مظلمة. أول لحظة مش هتكون شايف أي حاجة، بس بعد ثواني عينيك بتبتدي تتعود وتشوف عادي. مخك بيعمل نفس الحاجة مع أي فرح أو أي إنجاز بتوصله، بيديك دفعة سعادة، وبعد أيام بيبتدي يطفيها بهدوء ويرجعك لنفس المستوى أو البيز لاين اللي أنت كنت عليه. وهنا بقى السؤال المهم: ليه مخنا بيعمل فينا كده؟ هو عايزنا نتعب؟ أكيد لأ، بالعكس، هو ده كان سبب إننا عشنا وكبرنا كبشر. تخيل إن أول جدودنا فرحوا بأول أكل ولا أول بيت وقعدوا مبسوطين للأبد، عمرهم ما كانوا هيتحركوا، عمرهم ما كانوا هيتطوروا، ما عملوش أي حاجة تانية. فالمخ اتصمم إنه ما يشبعش علشان يفضل يدفعك للخطوة اللي بعد كده. يعني نفس الميزة اللي خلتنا ننجح ونتطور هي نفسها اللي بتخلي أي وصول ما ينفعش يبقى مشبع ليه. ده مش ايرور في المخ، دي وظيفته. طيب تعالى بقى كده نتكلم بصراحة مع بعض في الجزء اللي بيوجع، لأن المشكلة الحقيقية مش هنا. الطموح حاجة جميلة جدا، وإنك عايز تكبر وتوصل ده صحة نفسية. المشكلة الحقيقية بقى إننا من غير ما ناخد بالنا بطلنا نعيش. قلنا هنفرح لما، فبقينا عايشين حياتنا كلها منتظرين، مستنيين الدور، مستنيين الإذن، مستنيين اللحظة اللي بعد كده هبتدي أعيش فيها، وعمرنا بيعدي وإحنا واقفين في مكاننا. والأخطر من كده إننا ربطنا قيمتنا بنفسها بالوصول، بقينا نحس إننا مش كفاية لحد ما نحقق الحاجة اللي جاية. فكل ما نوصل لحاجة السقف يعلى، والتقدير اللي وعدنا بيه نفسنا بيتأجل تاني، وبنعيش عمرنا كله بنجري ورا نسخة مننا عمرها ما هتبقى كفايه، وهي بتجري قدامنا وعمرها ما بتقف. طب انا بقول لك ايه؟ تبطل تبقى طموح؟ لا خالص، انا بقول لك حاجه تانية واتمنى تسمعها كويس. الفرحه مش مستنياك عند خط النهايه، الفرحه في الطريق نفسه، في اللحظه اللي بتتعلم فيها حاجه جديده، في التعب اللي بيكبرك، في الناس اللي معاك في الرحله، في نفس اليوم العادي اللي بتعديه وانت مستني اليوم الكبير ده. على فكره ده مش اي كلام ومش اي بلا بلا، الدراسات نفسها بتقول ان الناس اللي بيستمتعوا بالطريق بيوصلوا لهدفهم زي غيرهم بالظبط، بفرق واحد: انهم عاشوا وهم ماشيين، ما استنوش إذن الفرح، محطة مش جاية. وعشان الكلام ده ينفع مش محتاج تقلب حياتك، محتاج حاجتين صغيرين بس. أول حاجة، لما توصل لأي حاجة مهمة مهما كانت صغيرة، وقف عندها لحظة واحتفل بيها فعلا قبل ما تجري على الحاجة اللي بعدها. ادي لنفسك حق الفرحة قبل ما مخك يطفيها وياخدها منك. تاني حاجة بقى وهي الأهم: كل فترة اسأل نفسك سؤال واحد: لو الحاجة اللي أنا مستنيها دي ما جاتش أبدا، حياتي دلوقتي فيها إيه يستاهل إني أعيش علشانه؟ السؤال ده لوحده بيرجعك من لما للحظة اللي أنت عايش فيها بجد. فخليني أقفل معاك بالكلام اللي بدأت بيه: أنت مش محتاج توصل علشان تستاهل تفرح، أنت مش محتاج تحقق حاجة جاية علشان تحس إنك كفاية. أنت كفاية من دلوقتي، وأنت لسه في نص الطريق، وأنت لسه بتتعلم. المحطة اللي جاية هتيجي أو مش هتيجي، بس الحياة اللي بتعيشها دلوقتي هي دي الحياة اللي المفروض تتعاش، واللي أنت بتعيشها مرة واحدة بس. ولو الكلام لمس فيك حاجة، اكتب لي في الكومنتس جملة واحدة بصدق: انت مستني تفرح لما ايه؟ يمكن اول ما تكتبها وانت شايفها قدامك تكتشف انك ممكن تبتدي تفرح من دلوقتي. لو لسه بتشوفني، شكرا، واشوفك next one.